السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معلش بقى الفترة اللي فاتت اختفيت عنكم في الروتينات شوية، فالنهاردة هنعمل روتين الغدا مع بعض. النهاردة ان شاء الله هعمل لحمة مسلوقة وشوية سبانخ كده حلوين. انا عارفة ان الاكلة دي للجو الشتوي، بس مش مشكلة ناكلها تحت التكييف، مفيش اي مشكلة. اول حاجة عشان نطلع شوية شوربة كده حلوين وحتة لحمة كده تتاكل حلو وتلاقي طعمها حلو وريحتها حلوة، لا فيها ريم ولا فيها اي حاجة، نحط معلقة سمنة بلدي حلوة كده. عارفين الترند اللي هو طالع ايه بالسمنه البلدي؟ احنا هنعمل بالسمنه البلدي كل حاجه. ننزل بقى باللحمه وهنشوحها لحد ايه ما تتحمر معانا كده. انتي لو نزلتي باللحمه كده نيه زي ما انتوا شايفينها كده في ميه هتكون ريم. طب احنا محتاجين نقفل المسامات بتاعتها خالص، وعشان ما تطلعش الريم اللي فيها يعني الدم والحاجات دي. طيب نعمل ايه؟ هنشوحها بقى خالص كده، تتشوح تشويحه حلوه ماشي، وكل شويه تقعدوا تقلبوا فيها يمين وشمال يمين وشمال لحد ما تاخد طبقه تحمير كده. في الوقت ده نكون بنغلي ميه، سواء في البويلر سواء في حله ميه جنبنا. هم عايزين ميه سخنه مغليه. شايفين هنا يعني انا قاعده اشوح فيها خالص بدون ما احط اي حاجه، ما حطيتش الا السمنه واللحمه بس. شايفين هنا وصلت للون حلو قوي اهو. برضو هديلها تقليبه معايا برضو، وبعدين ننزل بقى بالخضار. ايه الخضار؟ بصلايه وطماطمايه، مش بحط اي حاجه تانية خالص. في ناس بتحب تحط جزر وكلام من ده، لا انا بحبش احط غير الحاجات البيزك الاساسيه بس. وحطيت كام فص حبهان ورق لوري، وهندي تشويحه برضو عشان ايه تاخد بقى من طعم الخضار والحاجات دي. هي شوفوا اتحمرت اصلا، اخدت طبقه تحمير اهي. نديلها بقى تقلبتين 3 كده عشان تتشوح مع الخضار. وكل ده اهم حاجه على نار عاليه. تمام. هبدا انزل بقى بالبهارات. انا زي ما قلت لكم في سلق الشوربه انا ما بحطش اي حاجه غير الحاجات الاساسيه. زي ما حطينا بس البصلايه والطماطميه، بحط ملح وفلفل اسود. لا بحط بقى 7 بهارات ولا بحط اي حاجه تانية، هو ملح وفلفل اسود بس. اول ما ننزل بالملح والفلفل الاسود برضو هنديلها تقليبه. انا حاطه هنا حوالي معلقه ملح، بس هي الحله حلوه يعني كبيره، فالمعلقه تمام مناسبه. هنديلها تشويحه تانية مع البهارات بقى، هتشموا ريحه ايه بقى، حاجه قمر كده، حاجه يعني تحس بقى ريحه الطبخ بقى حلوه قوي. بس هننزل بقى اخر حاجه بالميه السخنه، مش هننزل باي حاجه غير كده. اهم حاجه بقى اصلا في الطبيخ هي قطعيه اللحمه. قطعيه اللحمه لازم تكون حلوه كده، يعني انا القطعيه دي متضلع. حابه تعملي موز ماشي، الموز بتبقى حلوه قوي مع الخضار برضه. فهي القطعيه يعني بتدي حاجه حلوه وطعم حلو طبعا. وطبعا حتتين العظم اللي بيبقوا مع اللحمه دول برضو بيتقلوا الشوربه ويخلوها حلوين. شايفين ما شاء الله بنزلنا بالميه المغليه اتكونت حمرة كده وحلوه. شوفي هنا ما شاء الله عليها، اول ما اللحمه استوت شايفين الشوربه ما فيش فيها اي ريم ولا فيها اي حاجه. هنعمل بقى مع بعض شويه سبانخ حلوين. انا ما كنتش بحب السبانخ على فكره خالص، يعني انا ما حبيتهاش غير مؤخرا. انما طول عمري في طفولتي وفي شبابي وكده لا، ما كنتش بحب السبانخ دي خالص. نرجع لحله السبانخ بتاعتنا. حطينا برضو معلقه سمنه بلدي وشويه زيت صغيرين، وهننزل ببصلايه متقطع صغير. حابه تعمليها في الكبه تمام، هي في الكبه بتبقى احسن، بس انا كسلت لسه اغسل الكبه وكده، لا نعمل نقطعها على ايدينا بس. هندي تشويحه حلوه للبصله الحلوه دي، ونكون عصرين طماطم. قد ايه كيلو السبانخ بياخد كيلو طماطم؟ معرفش بقى، احسبوها بقى زي ما تحسبوها، كيلو السبانخ على كيلو طماطم. بعد ما شوحنا البصل، انا مش عايزاه يتحمر، انا عاوزاه يوصل للون الذهبي. يعني مش عايزاه يتحمر ولا يتحرق ولا اي حاجه، مش عايزه منه اي حاجه، فعايزاه بس لون ايه، يعني لون ذهبي خفيف كده. هننزل بقى بالطماطم المعصوره، وانا ما صفطهاش، هي في السبانخ عادي ما بتتصفاش، وهسيبها تتسبك شويه صغيرين كده.
مش بتاخد وقت هي في التسبيك اصلا، عشان هما شويه صغيرين بس. نسيت اقول لكم قبل اساسا ما اقفل عليها عشان تتسبك هنحط شويه كمون شويه كزبره، ما كانش عندي كزبره استغنيت عنها بس هي اساسي. لقيت البرطمان بتاعها خلص فتمام يعني. ونحط شويه ملح، فلفل اسود، واهم حاجه معانا نحط شويه سكر. اي صلصه تحطي معاها شويه سكر صغيرين عشان الحموضه بتاع الصلصه وكده. حطينا شويه السكر الصغيرين تقريبا نص معلقه كده وبس. ده تقليبه قلب وما قافلين عليها بحيث ان هي تتسبك بس، يعني مش عايزاها تتسبك تتقل، لا يعني تبقى دخلت ان هي تبقى تسبيكه. هنا ما شاء الله هي بدات ان هي تبقبق اهي وهتبدا تتسبك. هننزل بقى، انا بعملها بالفريك، بعمل السبانخ بالفريك. طبعا مش نقعه ولا اي حاجه، وديته بس غسله كده وخلاص ونزلته في الصلصه. انا هحط بقى السبانخ بتاعتنا. انا السبانخ دي كنت مفرزاها، بفرزها انا في الموسم على طول، فطلعت كيس كبير كده مليان حلو واقوم حاطه. وهننزل مع السبانخ بمعلقه توم ني، تمام. مش معلقه، سوري، يعني نص معلقه كده، نص معلقه توم ني عشان احنا لسه هنعمل الطشه. وهننزل بشويه كزبره متقطعين صغير. وهننزل بقى كمان بشويه شوربه، مش كتير علشان هي السبانخ بتنزل ميه اصلا، فاحنا هنحط شوربه كده بس اللي هي يعني للتسويه بس كده، حاجه بسيطه. شايفين الشوربه نازله حلوه ازاي؟ انا بصراحه بعمل شويه شوربه قمر. نغطي عليها شويه شويه لحد ما تدخل في السوا. على جنب بقى نعمل لها شويه طشه كده. احنا كنا عاملين كام راس توم كده، خدنا نصهم حطيناهم هما ني. هنعمل بقى الطشه. هنحط شويه سمنه بلدي هننزل بالثوم. ما تكتريش بقى في السمنه وكده لان احنا حاطين اساسا سمنه وزيت في السبانخ من الاول اصلا، فاحنا يدوب نحط حته كده صغيره اللي هو نحمر فيها الثوم. هندي للثوم تقليبه لحد ما يعني ريحته تطلع وياخد لون، بس حاجه بسيطه كده، مش محتاج زي الطشه بتاع الملوخيه بالظبط، مش محتاجه ان هو يغمق ولا اي حاجه. هننزل بقى بشويه كزبره صغيرين من اللي احنا حاطين شويه ني، احنا حاطين توم ني وكزبره نيه مع السبانخ. هنحط بقى توم متشوح وكزبره متشوحه. عايزه اقول لكم ان ريحه التوم مع الكزبره وهي بتتشوح، ايه الجمال ده، ايه السكر ده اصلا، تسلم ايد. انا عارفه. انا بقول لكم يعني السبانخ دي اكله حلوه والله، يعني انا بغض النظر على اني ما كنتش بحبها بس بصراحه حلوه. هنا بقى هبدا احط الطشه واخفها شويه عشان تنزل كده. شايفين الصلصه شكلها حلو وريحتها والله كانت حلوه قوي. اتمنى ان لاول مره يشوفوا قناتي يعني يشتركوا معايا وكده، ونوروني في القناه واعملوا لايك على الفيديو. بس ان شاء الله يكون روتين الغدا النهارده عجبكم، وان شاء الله ما اطولش عليكم في الفيديو اللي بعده، او اطول اكيد انتوا بتقولوا طولي عادي مش فارقه معاكم، بس لا مش هطول ان شاء الله. بس بألف هنا على قلبكم. مع السلامه.